ليالي الامتحان 2024 بالنسبة للعام وبالنسبه للازهر. بالنسبه للتربيه والتعليم ربنا اكرمنا سبحانه وتعالى ان احنا قبل الامتحان عندي 7 ايام. 7 ايام طبعا مش هنلعب فيهم، 7 ايام بقى نفضل نشتغل فيهم ونحاول ان احنا نجيب المنهج تاني، نجيب المنهج باهم الافكار والتكات الموجود فيها، نحل اكبر قدر من الاسئله واحنا بنحل، نقول الافكار والتكات اللي موجوده في كل سؤال وازاي السؤال يتغير وازاي السؤال يجي منه وازاي لو سؤال جه عند اختيارين ينفعوا الاجابه الصح وازاي نتعامل مع الاسئله ديت، وخصوصا هنحل امتحانات سنين سابقه بسبب الموضوع ده. طيب هنعمل ايه في المراجعه بليالي الامتحان على قناتنا على اليوتيوب؟ هنحل مع بعض كراسه التفوق. كراسه التفوق بتكون عباره عن 8 اختبارات او 8 نماذج. اول 3 نماذج منها عباره عن نماذج على الفصول او اختبارات على الفصول. اول اختبار بيتكلم ليه عن الدعامه والحركه والهرمونات، ثاني اختبار بيتكلم ليه عن التكاثر والمناعه، ثالث اختبار بيتكلم ليه عن الدي ان ايه وتخليق بروتين. ده الثلاث الاختبارات اللي موجوده على الفصول. طيب عندك بقى اختبارات شامله، 5 اختبارات شامله محاكيه لنظام اخر السنه الامتحانات تيبيكال بالظبط. ليه بقى؟ الراجل لدرجه دقته ان هو خلى ليا الاسئله مش الوان خالص، خلى الاسئله بالابيض واسود، لان في الامتحان اخر السنه الاسئله او الصور بتكون موجوده ابيض واسود عشان عينيك تتعود عليها. نفس النظام، اسئله بدرجه واحده، اسئله بدرجتين، السؤالين اللي في الاخر اللي هم المقالي. فكراسه التفوق جميله جدا هنحلها مع بعض، وهنحل ال8 اختبارات سواء اللي موجوده على الفصول سواء اللي موجوده عندي على الاختبارات الشامله، وهناخد واحده واحده في كل سؤال زي ما احنا متعودين، وناخد الافكار اللي موجوده عليه باذن الله. طيب كراسه التفوق هتحل ايه معايا كمان؟ هحل معاك الامتحانات السنين السابقه. هتحل معايا ايه كمان؟ احل معاك بنك المعرفه المصري. طب اشمعنى بنك المعرفه المصري؟ والله طبقا عشان الوزير طلع وقال ان الامتحانات هتيجي من بنك الاسئله السري. هو سري، احنا ما نعرفش عنه حاجه، ولكن الفكره كلها في ايه؟ الفكره ان احنا نحاول نحاكي الاسئله اللي بتيجي من الوزاره بحيث ان هي تكون مثلا ممكن وانا ما بقولش توقعات، ما فيش توقعات دلوقتي ولا الكلام ده كله، انا بقول ممكن ان الاسئله تحاكي الاسئله اللي موجوده في النماذج السريه او النموذج السري اللي هيطلعوا منه الامتحان. فلعل وعسى لعل وعسى يجي منها فكره في الامتحان ولا حاجه، فنحل مع بعض من نماذج جايه من الوزاره اللي هو مثلا زي حاجه زي بنك المعرفه المصري. يبقى احنا كده هنحل كام حاجه؟ كراسه التفوق، امتحانات السنين اللي فاتت، امتحانات السنين السابقه، خصوصا امتحان مثلا زي امتحان الدور الثاني 2023، امتحان ملوش نموذج اجابه، امتحان فيه اسئله تحتمل الاجابتين، هحله مخصوص الامتحان ده. ليه بقى؟ عشان الاسئله اللي فيها اجابتين اعرف اتعامل معاها ازاي واختار ايه بالظبط. حلو كلام. امتحان دور تاني 2023، وقلنا هنحل بنك المعرفه المصري. ده كله خلال ان شاء الله ال7 ايام. طيب ده بالنسبه للناس اللي هتكون موجوده معايا على اليوتيوب. طيب بالنسبه بقى للناس اللي هتكون معايا موجوده في ارض الواقع في المكان بتاعي وفي القرى المجاوره، ان شاء الله الناس اللي هتحضر معايا هنحل هنلم المنهج على السريع كده، هنلف عليه كله بتكاته بالتكات العاليه اللي فيه، وبعد كده باذن الله هنكمل حل مع بعض برضو، ناخد اهم الافكار وهنحل من كراسه التفوق، وهنحل امتحانات موجوده من كتاب التفوق 2024، وكده كده حل بنك المعرفه هيكون موجود ليا على اليوتيوب. طيب ده بالنسبه للتربيه والتعليم. طيب نيجي لحبايبنا الغاليين الازهر اللي انا منهم. الازهر ان شاء الله هنحل مع بعض في ليالي الامتحان هنحل مع بعض امتحانات السنين اللي فاتت، ونحاول ان احنا نتوقع الاسئله اللي بتكون موجوده في الازهر عشان نظام الازهر خلاف نظام التربيه والتعليم. فهنحاول نتوقع ان شاء الله مع بعض الاسئله اللي هتيجي، وهنحل مع بعض الامتحانات السنين اللي فاتت، الامتحانات التجريبيه 2023 و2024 والامتحانات كلها اللي فاتت، وهنحاول نركز على المسائل لان كده كده جاي لك مسائل. هنحاول نركز على الرسومات، الحاجات اللي مفيش حد بيركز عليها ديت، وفي الاخر كده كده هي سؤال عندك في المنهج. تمام. يا رب كلكم تطلعوا فرحانين من الامتحانات عموما، مش الامتحان الحقيقه فقط، كل واحد ينول اللي في باله. نلقاكم على خير، نلقاكم في اول ليله من ليالي الامتحانات. بالنسبه للتربيه والتعليم بعد ماده الجيولوجيا يوم الاربعاء هينزل اول فيديو باذن الله، وبالنسبه للازهر بالنسبه هينزل لهم ان شاء الله الفيديوهات قبل اليوم بتاع ليله الامتحان بتاعتهم. ان شاء الله هينزل الفيديوهات بتاعه الحل والفيديوهات اللي هيكون الحل والشرح فيها باذن الله. الاثنين موجودين سواء عام او ازهر. سلام.